موت الأب أشد ولا نقصان درجة في الامتحان؟ واضح الجواب ولا لا؟ إنه موت الأب. نعم. أنا أقول لكم لا. ليش؟ كل إنسان يا أختي الكريمة دكتور محمد له برمجة معينة. هذه البرمجة تعكس مداخل الضغوط عليه. يعني ممكن الباب الدراسي أنا يوترني جدا، الوفاة لا تعني لي شيء. مو إنه معنى أنا أضرب نفسي كمثال، لو طاحت درجة بالامتحان تهزني هزا أكثر من وفاة أمي أو أبي. هل إني ما أحب أمي وأبوي؟ لا دكتور، تنقصك درجة بالامتحان أعظم من مش أعظم، أشد تأثيرا. أشد تأثيرا من وفاة الأب والأم بالنسبة لي. ليش؟ أشرحها لك. كل إنسان يا دكتور محمد له برمجة. في بعض الناس لو صارت شائعة عليه يتخربط. في ناس الشائعات ما تعني له. أنا مثل الشائعات لا تعني لي. في ناس لو خسر ريال تخربط، أنا لو خسر ملايين ما يعني لي. قوي وبعد لا مو بقوي، برمجته كذا. يعني الثغرة حقته ما هي بالاقتصادية ولا الشائعات. زين؟ الوفاة تماما لا تعني لي. قوي وبعد مو هو بقوي، برمجته. تجي بالدراسة يطير عقله. برمجته. نعم. مش ضعف، وهذيك مش قوة. نعم، يعني برمجة الدكتور طارق الحبيب أن تنقص درجة أشد تأثيرا من وفاة والدته مثلا. مرة شاب مذيع كويتي في بودكاست سألني سؤال، قال دكتور أنا بسألك سؤال وخجلان منه، موجود. كان يقولون طارق الحبيب ماتت أمه الخميس نزل يداوم الجمعة. قلت له والله ما صار. قال جل قلت لا، داومت الخميس نفس اليوم. إيه. ولذلك لما توفي، هذه يمكن تمشي مع الوالدة، توفي أبوي دفنوها المغرب، باكر الصبح شريت أرض. دكتور ترى قلبك قاسي. يمكنني متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. يمكن.